السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو على السريع قررت نديره اليوم بما ان عندي عدد متابعين غير ليبيين وقاعد يزيد كل يوم، ربي يزيد ويبارك، ومعظمهم يتابعوا فيا خاطر اللهجة الليبية. فقررت اليوم ان اول درس للهجة الليبية حنعلمه لكم في المصطلحات الليبية. المصطلحات هذه حنستخدموا فيها في حياتنا اليومية، وهم لغويا او الكلمة بمعنى، لكن حنقصدوا بها شيء مختلف. ولما فهمتوش خليكم معي 5 ثواني حنشرح لكم. اول مصطلح الحس ظهرك. طبعا الحس ظهرك لغويا بمعنى انك انت طلع لسانك تلحس ظهرك، لكن الفكره منه او المقصود منه احنا لما نقولوه بمعنى ان الشيء اللي تبيه او اللي تطلبه مستحيل يصير. لما شخص يطلب منك حاجه تقول له امشي الحس ظهرك، وهذه فكره منه، يعني هو اصلا راكب لان انت مستحيل تلحس ظهرك، فاللي تطلبه مستحيل، فالحكايه كلها مستحيله مع بعض. ثاني مصطلح الزنباع وين ينباع. هو انا صراحه مش عارف شنو هو الزنباع باش نعرفه وين ينباع، ومش عارف هل في اصلا شيء اسمه زنباع ولا احنا طلعنا بكلمه زنباع لانها على وزن كلمه ينباع. لكن احنا نستخدمه فيه في التهديد، لما تبي تهدد حد تقول له تنوريك انا الزنباع وين ينباع. لكن زي ما قلت لكم مش عارف شنو هو، واللي يعرف شنو هو الزنباع يقول لنا شنو هو باش نعرفوه وين ينباع باش نبطلوا التهديد هو. ثالث مصطلح ارقد مرقد جدي. ارقد مرقد جدي هذا نستخدمه فيه لما نتمنوا لحد الموت، او هي بصاره اكثر، يعني لما انت مثلا تتكلم مع حد يقولك بنمشي نرقد تقول له ارقد مرقد جدي. الفكره وين؟ ان المصطلح هذا المفروض يستخدموه الناس اللي جدودهم ماتوا هم راقدين، لما تعرفوا في كبار سن يموتوا هم راقدين جاهم سكته قلبيه الخ، فالمفروض حفيده يستخدم المصطلح هذا. لكن احنا في ليبيا كنا نستخدمه فيه اللي جده مات في الفراش، واللي جده طاح مسطح، واللي اصلا حتى جده عايش عادي كنا نستخدمه فيه. رابع مصطلح واللي هو مصطلح طرح بجنيه كله. طرح بجنيه كله تستخدمه للشخص اللي يكون لابس كويس واللي يكون مهندم ومتكم، فانت تقول له طرح بجنيه كله. زي انا مثلا تو انا طرح بجنيه كله، وانتم كلكم حتخشوا تقولوا لي اسف يعني انت طرح بجنيه كله. لكن الفكره ان احنا يعني انا ما فهمتهاش علاش بجنيه، يعني هو جنيه شو بيجيب لك باش تطرح به؟ قول طرح بال 500 جنيه بال 600 جنيه، طرح بجنيه مش راكبه يا ودي. المصطلح الخامس مصطلح الشكاره والبحر. وانا مش عارف شنو علاقه الشكاره بالبحر، لكن احنا في ليبيا لما مثلا حد يسالك على شخص والشخص هذا مش كويس او ما ينفعش او فيه اي لقطه مش تمام، فتقوله هي هذا الشكاره والبحر. وتو نتجه للمصطلحات اللي تضمن وتشمل الحيوانات. اول مصطلح زو عليك الفيل. طبعا هذا المصطلح نستخدمه فيه لما شخص يقع في ورطه ولا يكون عنده مشكله، فانت لما بتطمنه احنا ما بنطمنوش، احنا بنزيدوا نرعبوه هيك، احنا الشعب الليبي بنحبوا نرعبه. فش تقول له؟ تقول له حي عليك حي زو عليك الفيل. ومن الفيل نمشوا للتور، ومصطلح تقول له تور يقول لك احلبه. طبعا المصطلح هذا نستخدمه فيه للاشخاص اللي ما يفهموش، اللي رؤوسهم مسكرين، فلما انت تقول التور يقول لك احلبه، رغم ان التور ما يحلبش، البقره هي اللي تنحلب، لكن لانه هو راسه مسكر مش حيفهمك وحيمشي يحلب التور. ومن التور نمشوا للجمل، ومصطلح جمل طاح في باصتي. حتى هو مش عارف كيف نشرحها بالضبط، لكن الفكره منه لما يكون في شخص طايح عليه سبوره، هو طايح عليه سبوره ما هذا مصطلح بروحه، بمعنى شخص مسكر شويه غبي شويه وفجاه هيك شبح حاجه بهراته ولا سافر وشبح شقر مثلا، هو له علاقه اكثر بالبنات، فقاعد يدوي بالحاجه هي وما عادش سكت، فهنا يجي جمل وطاح في باصتي. ونخش للمصطلحات اللي لها علاقه بالمدن الليبيه. واول مصطلح استنى الزيت لين يجيك من غريان. هذا المصطلح نستخدمه فيه لما موضوع يطول هلبة، او لما شخص بارد هيك ويطول في المواضيع تقول له ايه استنى الزيت لين يجيك من غريان، هو شكله عمره في زيت جاي من غريان، بمعنى انك انت تستنى الزيت يجي من غريان اهون من انك انت تستنى الموضوع او الشخص اهون. ومن غريان لتجوره ويتجوره مرتيش عمر. شوفوا يتجوره مرتيش عمر هذا المصطلح الليبي للمثل اللي يقول اللي يدور في يبرة في كومة قشة، مش عارف كيف يقولوا فيها الدول الثانية، احنا نقولوا يتجوره مرتيش عمر. حاولت ندور من وين جاء الاصل، هو مثل اكثر من هو مصطلح، فحاولت ندور من وين جاء، لقيت قصة اللا قصة اللي نسماها. ولو تبوا تعرفوا قصة يتجوره مرتيش عمر ضيفوني على سناب شات، طبعا هذه طريقة غير مباشرة للدعاية بتاع سناب شات بتاعي، شو رايكم؟ المهم ضيفوني على سناب شات بتاعي، الانستغرام نفس الاسم حتى هو، فيسبوك نفس الاسم غير في فراغ في النص، وارجوكم ما حد يدير اضافه على الفيسبوك، ديروا متابعه فولو نفس الشيء، تقدر تدير لايك، تقدر تعلق، تقدر تخش تبعت لي رسائل، تشوف كل البوستات نفس الشيء. بعدين انا اللي يعجبني راح نضيفه باش ما نزعلوش حد. ومنورين هلبة واجد فيديو على خفيف، ومازال هلبة فيديوهات جايات ان شاء الله، وتشاو.